السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. يا رب تكونوا بخير وبصحة بأحسن حال. النهاردة كده هنخزن المانجا مع بعض. هنخزنها كده بطريقة حلوة وتفضل كده معانا من السنة للسنة من غير ما تسود ولا لونها يتغير ولا طعمها كمان يتغير، بطريقة حلوة كده وجميلة. طبعا كده جبنا المانجا زي ما انتم كده شايفين، بسم الله ما شاء الله. طبعا هي كده سعرها حلو في السوق، أحسن وقت كده نخزن فيه. تنفعك كده لرمضان في العصائر، تنفعك كده في الفريزر، تحطيها معك وصفة عايزة تعمليها تبقى جاهزة معاكي، عايزة تعملي عصير في أي وقت تبقى كده المانجا عندنا طول السنة. طبعا كده جبنا المانجا وغسلناها كده طبعا من أي غبار ولا أي حاجة، عشان لما نقشر ونقطع ما يبقاش فيها أي حاجة. نشفناها كده بالشكل ده. ونبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله نبدأ في تخزين المانجا بتاعنا. طبعا كده بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ كده نشيل القشرة كده بالراحة. طبعا كده نشيل كده القشرة رقيقة زي ما انتوا كده شايفين، عشان ما نشيلش من المانجا بتاعتنا اللي احنا هنخزنها. طبعا انت كده في البيت هتكوني براحتك من غير جوانتي، عشان كده الجوانتي بيزفرط كده المانجا من تحت ايدي. طبعا كده تنقي المانجا اللي هي مش مستوية قوي ومش لسه يعني خضرة، تكون كده في المتوسط، عشان لو جبتيها خضرة كده ومش مستوية بتفضل برضو معاكي مش مستوية. إنه كده يكون في المتوسط تبقى جميلة. طبعا كده اللي هي ماسكة نفسها نقطعها كده، وممكن ناكلها كده عادي بعد ما تتفرز، بتبقى جميلة. واللي هي مستوية بتنفع كده عصير. طبعا كده قشرنا أول واحدة كده طبعا مش هنسيبها كده مع القشر والمانجا اللي ما اتقشرتش، في بولة كده لوحديها ونقشر الباقي. طبعا كده هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نقطع كده المانجا بتاعتنا. طبعا ممكن عادي جدا كده انتي قطعناها كده نصين، ممكن عادي كده في كيس وتشيليها بالشكل ده وتقطعيها كده بعد ما تخرجيها. وممكن برضو كده تقطعيها مكعبات بالشكل ده، التقطيع كده اللي تريحك. شايفين كده المانجا بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. طبعا بالشكل ده. زي ما انتوا كده شايفين. طبعا ممكن تفضل كده معاكي صحيحة القطع دي، ممكن كده تخرجيها على الأكل وممكن على العصر، يعني على العصير. طبعا كده قطعنا كل المانجا بتاعتنا. طبعا كده هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم هنخزنها كده بطريقتين. أول كده طريقة شايفين كده قطعنا كده المانجاية زي ما انتوا شفتوا كده على اتنين كأنها كده صحيحة، ندخلها كده في الكيس. طبعا دي كده أول طريقة. طبعا بالشكل ده. طبعا كده مش بتاخد معاك مكان في الفريزر، وكأنك كده شايلة المانجاية. بالطريقة دي مش هتتهري منك ولا أي حاجة، هتطلعيها كده على حجمها وهتقطعيها كده براحتك أو تعصريها. الطريقة دي بنخزن بيها من سنين، جميلة جدا، تفضل معانا كده من السنة للسنة ما بنغيرهاش. شايفين كده كأنها كده المانجاية صحيحة. تفضل معاكي كده زي ما قلت في رمضان في أي وقت،
حبة كده عصير المانجا، حبة تاكلي كده مانجا تبقى جاهزة كده عندك. طبعا كده وقطعناه كده مكعبات بالشكل ده، برضو كده نملاه كده في الكيس. وده برضو الطريقة دي حلوة، تبقى كده جاهزة دي المكعبات دي كده جاهزة على العصر على طول كده، يعني يا دوبك تنزلي بيها كده في الخلاط. نفرغ كده الكيس من الهواء. طبعا كده خزنا دينا المانجا من السنة للسنة بطريقتين مختلفتين. هي أول طريقة إنك انت كده بتقطعيها نصين وتسيبيها كده صحيحة، تبقي كده تقطعيها براحتك دي للأكل تفضل معاكي كتير. الطريقتين هيفضلوا من السنة للسنة يعني، بس دي كده للأكل ودي كده للعصير. طبعا الطريقة التانية اللي هي مكعبات جاهزة على العصير، جربوها بالطريقة دي هتفضل معاكم من السنة للسنة، لا هتسود ولا لونها ولا طعمها هيتغيروا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.